اهلا وسهلا، تفضل يا استاذه. يستاهل الشيخ، حطيت لك صورة جمجمة حاط لابسة حجاب هيكل عظمي. المهم مو هذا موضوعي. انت استدليت بسفر لحظه لحظه، صاموئيل. قفي لحظه قفي لحظه قفي لحظه. ايش اي قلتي انت؟ جمجمه لابسه حجاب صح؟ طيب اي ثواني اي، بس. بس التيك توك مقلج عندي، فالصورة ما طالعة. ايه ايه ايه، انت طبعا ايش عملتها؟ هي سخريه من الحجاب، انت بتسخري من السيده مريم العذراء، هي اللي كانت لابسه الحجاب. تظنين نفسك تسخرين من المسلمه؟ لا والله، انت تسخرين من السيده مريم العذراء. هي زيزي، طبعا اكو ايش فرق حطت بين جمجمه الغطاء عليها والحجاب. حجاب. اكو فرق لا بين تظنين الغطاء نفسك والحجاب. لا تظنين نفسك أنك تسخرين من المرأة غطاء المسلمة والحجاب، المحجبة. اكو فرق بين والله الغطاء. إنك تسخرين، والله إنك تسخرين من السيدة مريم قبل أن تسخري من المسلمة. هذا أولا. أنت تعرفي أن شعرك يقص فرق بين الحجاب لولا إن لم والغطاء. تتحجب. اسمعي اسمعي يا يوليانا، اسمعي. هل تعلمي فرق بين. وفقا لكتابك شعرك يقص إن لم تتحجبي؟ بولس هكذا قال، بولس قال فليقص شعر المرأة التي لا تغطيه. بولس هكذا قال في رسالته إلى أهل كورنثوس. والراهبات عندك اللي هن الشريفات عندكم وتضربون بهن المثل يلبسن الحجاب. يلا تفضلي اسخري من الراهبات ومن السيدة مريم واسخري من نص بولس. أول شيء أكو فرق بين الغطاء والحجاب، هاي أولا. السيدة لا عذراء ما في كانت فرق، يهودية، لا يوجد فكيف فرق، اليهودية تلبس؟ لا يوجد فرق. اولا ثواني بس اسالك، طالبه انت مطالبه انك تقتدين، انك تقتدي بالسيده مريم ام لا؟ جاوبيني. يعني كم مرة لازم أكررها؟ نعم مطالبة. جميل. لماذا لا تغطين شعرك كما تفعل هي؟ أنا داخل الكنيسة يغطي الشعر فوق، لكن خارج الكنيسة لا. وش معنى يعني؟ ايش معنى؟ هو الله موجود داخل الكنيسه بس يعني مش موجود إيش خارج معنى الكنيسه؟ إيش معنى أكو فرق بين الغطاء والحجاب؟ الحجاب انا يلف سالتك الغطاء سؤال بس، لا يلف. معلش سؤال بس، سؤال. هل الراهبه حين تغطي شعرها داخل الكنيسه فقط ولا حتى خارج الكنيسه؟ هاي كراهبة، هي لازم خارج وداخل، بس إحنا مو راهبات. لماذا الراهبة لازم تغطي شعرها خارج وداخل؟ لماذا؟ وأنت لا، لماذا؟ ما الفرق يعني؟ المهم قضية الحجاب قضيتك خلاص. ولا هي قضيتك على سوبر فكرة، سامويل؟ هي الضحكة هذه بينت كل شيء. ليس عندك جواب. تفضل ادخلي في الموضوع الآخر. لا لا، تعال لحظة، بدون ما تنزل وبدون ما تسوي ايش. لا ما انت نزلتك، قضيتك موجودة مش نازلة، موجودة. اسمعني زين الشيخ زين، اسمعني. انت قضيتك بالبداية على سفر صموئيل، الاله يأمر بالقتل، انما هنا لا يؤمر الاله بالقتل، انما موسى هو الامر بالقتل. واذا تقرب سفر الخروج الاصحاح 17 العدد 9، ثواني خل اطلع لك النص. فقال موسى، اسمعني خل اعطيك انا البوم مالتك. فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. موسى هو قال حارب عماليق. بوم، يلا يا شيخ. سلام على البوم، يا سلام. تعالي افتحي سفر صموئيل اصحاح 15 بسرعة، يلا. يلا انت اقرا النص وانا اجيب لا التفسير، والله، لان والله تفسيرنا تختلف عن اسمعيني، الكتاب. والله لن أقرأه، بل سأظهره لك على الشاشة اوكي، وسأجعله ولا في يهمك. تلقائنا. تعال. اوكي، أنا أولا أتكلم عن هذا لا النص. تستفز بي. اسمعي هذا النص. بالسيف فالآن نشرة اذهب يا. لحظة يا يوليانا، الآن خليني اذهب أتكلم لو وأضرب سمحتي. عماليق لو سمحتي خليني واهزموا أتكلم يا يوليانا، خليني أوكي أتكلم لو أوكي سمحتي. أوكي أوكي استعد، أوكي 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 استعدي أوكي. واصمتي لو سمحتي. شوف، يلا. فالآن اذهب. أخ عبد الرحمن بالله لما أتكلم اكتم الصوت حتى ما تتصادم الأصوات. فالآن اذهب واضرب عماليق وحرم كل ما له ولا تعفو عنهم، بل اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا، بقرا وغنما، جملا وحمارا. السؤال، من الذي أمر بهذا الكلام؟ موسى. طيب وقرأت تعالي خذ لك المفاجأة، تعالي خذ. وهكذا يقول رب الجنود، يعني الرب هو القائل. كمل الناس، لا تاخذ الاستدلال اللي. شوف النص أمامك، هكذا يقول رب الجنود إني قد افتقدت ما عمل عماليق. بعد يقول فالآن اذهب واضرب عماليق، يعني الرب عندك. طب تعالي شوفي، أعطيك مفاجأة. تعالي نفتح هذه التفاسير، إيش رأيك؟ يلا، تفسير القمص تدرس يعقوب مراطي. ننزل، ماذا يقول؟ أمر الله صموئيل
وبعد يقول ايش؟ امر الهي بمحاربه عماليق، يعني مش موسى اللي امر، الاله هو اللي امر. هاي موجودة في كتبك أيضا، في كتبك. لا هاي حاليا منطبق على كتب. غيرتي، حاليا لا لا غيرتي لا اسمعي. زين زين شوفوا زين يا الله اخوه، شوفوا زين. خلي لحظه أنت لحظه لحظة لحظه اسمعني. لحظه. شوفوا يا اخوه، هي في البدايه قالت ان ليس الله الذي امر بذلك في كتابها، انما الذي امر بذلك هو موسى. تمام؟ ولما طلعنا لها ان الرب هو الذي امر، ان الرب هو الذي امر بذلك، قالت هذا موجود في كتابك. انا مستعد ارد عليك، بس ما هو ردك انك كذبت على الناس ان موسى هو الذي امر، وهو في الحقيقه ليس موسى بل الاله في كتابك هو الذي امر. ردي على هذه وبعدين نتناقش اذا هذه موجوده عندنا ولا لا. أنا خذيت التفسير الكنيسة الأرثوذكسية، أنا ما كذبت على لا، واحد. هذا تفسير الكنيسه الارثوذكسيه، تفسير القمص تدرس يعقوب ملطي. موقع الأرثوذكسية، هذا موقع الأرثوذكسية. تفسير تدرس يعقوب ملطي، تفسير تدرس يعقوب ملطي اللي عرضناه ارثوذكسي. ها، هو يعقوب ملط أرثوذكسي، بعدين تفسير تركينا من الأرثوذكسي التفسير هذا. وتركينا من كل شيء. النص يقول هكذا يقول. من هو رب الجنود؟ جاوبي، من هو رب الجنود؟ الله. احسنتي. والنص يقول رب الجنود هو الذي قال فالان اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامراه. عمالقة كانوا وثنيين. هاي اسمعني يا شيخ، لا تاخذني بلسانك رجاء، لا تاخذني بلسانك. وحده وحده. اول شيء عماليق عندك من الاقوام الوثنيه التي كانت تذبح اطفالها قرابين للالهه، هاي واحده. انما النقطه الثانيه الذي قفي هنا لحظه، قفي هنا لحظه. في نقطه مهمه جدا. شوفوا يا اخوه، رد الاستاذه اللاهوتيه يوليانا، قالت لك عماليق كانوا بياخذوا اطفالهم بيقربوها وبيضعوها قرابين للاوثان، صح؟ هذا جوابك يا يوليانا، صح؟ طيب الاله عندك ايش عمل؟ عشان يعاقبهم راح قتلهم الاطفال. هذا على إلهك، ما هو عمل نفس جريمتهم. على إلهك أيضا. أنت عندك إله قوم لوط. اسمع يا يوليانا، أنت الآن في موقف لا تحسدي عليه حقيقة. تمام؟ ما تستخدمش سوق. أنت ترتكبين بهذا الشكل، ترتكبين مغالطة وأنت كذلك. جادين نفسك. اصبري يا يوليانا، اصبري لحظة. انت الان قلتي مع ان عماليق لم يفعلوا ذلك باطفالهم. بالمناسبه يا اخوه، هي محافظين هكذا في الكنيسه، لكن سلمنا جدلا ان عماليق كانوا يضعون اطفالهم قربة للاوثان فيقتلونهم. طيب الاله بدل ما يعاقبهم هم راح قتلهم اطفالهم ورضعهم كما يقول النص، فالان اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامراه طفلا ورضيعا. تعرف يا يوليانا، أتحداك أمام الجميع، ها؟ لو طلعتي آية واحدة في القرآن تأمر بقتل الرضع والأطفال، أتحداك. يلا هاتي الآية واقرأيها أمامنا. أوكي. عندك سورة الأحزاب الآية 26 27. نسيت حتى الآية ماذا تقول. قرأيها يلا. نسيت الآية، لحظة خل أتذكر بيها. استغفرك ربي. يلا تطلع على تلفونك وذكرني بيها. مش مطلوب مني اني اطلعها. اسمع. وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصهم واقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وارثكم ارضهم وديارهم واموالهم ارضا لم تطوؤوها كان الله على كل شيء قدير. كيف الله يأمرك المسيحيين وبالمجمع اطفال ونساء؟ عندك بالتفسير. دقيقة بس. يلا طلعي لي كلمة أطفال من الآية. يلا. أوكي. القوم اكتب هسه يقول لك اذهب هذا عن الكتاب وهذا. طلعي لي أطفال من الآية. يلا طلعي لي أطفال من الآية. القوم كامل جاء أمرك بقتل النسل كامل يوم حتى بالأطفال. أين الآية قال تقتلوا نسلهم كاملا؟ أي أنت جاي يقول لك اذهب وخذ في قلوبهم مرعب. إيه المقصودة؟ الآية ليست هكذا. انت لازم تقتل. معي يا يوليانا، انت على فكره مرتبكه يا يوليانا. ها، اهدئي رتب الكلام. انت قرات الايه خطا، وقذف في قلوبهم قلتيها واقذف ومش عارف ايش. شوي. تمام. طلعي من الايه اولا، ناخذها واحده. اين في الايه امر بقتل الاطفال والرضع؟ تفضلي. هو ماذا يقول؟ وانزل الذين ظاهروا من اهل الكتاب من صياصهم. يقول لك امر بقتل اهل الكتاب. تمام. اين الاطفال والرضع؟ أين الأطفال والرضع؟ أنا لن أتركك يعني تلفين وتدورين، لا.
أين الأطفال والرضع في الآية؟ بسرعة يا يوليانا. شوفي أنا لما تجيني تسأليني تقولي طلع لي نص في كتابك بقتل الأطفال والرضع، أوبا تفضلي، فالآن اذهب واضرب عماليق ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة طفلا ورضيعا. نص واضح صح يا إخوة؟ طفلا ورضيعا. أنا أريد نصا كهذا في القرآن، أمر بقتل الأطفال والرضع، طلعي لي. والله لن تستطيعي. تفضلي عشان زين نوريكم من إبادة هو الإرهاب الحقيقي، من هو الإرهاب الحقيقي. يلا طلعي. زين إبادة قوم كامل تعني قوم كامل بالأطفال والرضع؟ يوليانا ما تلفيش وتدوري يا يوليانا، طلعي لفظة الأطفال. يوليانا طلعي لفظة الأطفال والرضع من الآية، نمشي واحدة واحدة. عندك آية تقول، هل عندك آية تقول اقتلوا الأطفال والرضع في القرآن؟ آية تصرح بذلك، هاتيها، ما تلفش وتدوري. أنت حافظ مش فاهم. أنا اللي حافظ مش فاهم؟ تعرفي ان كتابك يقال عنك انت مش فاهمه. انت في كتابك في سفر الجامعه يقول لا مزيه للانسان على البهيمه، في سفر الجامعه كتابك. انت انسانه ولا مش انسانه؟ النص يقول لا مزيه للانسان على البهيمه في سفر الجامعه. يلا طلع تفسيره، تفسير عكس ما مكتوب على أيوة فكره. حطلع لك تفسيره بعد ما تطلعي لي لفظه الاطفال والرضع، الامر بقتل الاطفال والرضع في القران. يلا هاتي بعدين نطلع لك تفسيره. اوكي من الهك امر هذا نزل شوبه ونيران على القوم لوط، عباده القوم كامل ليس وتدورين الان على فكره. تمام. هاتي لي آية في القرآن تقول أن حين عاقب الله قوم لوط شمل الأطفال والرضع. تفضل يلا طلعي لي الآية هكذا. ما يحتاج لها لا آية ولا شيء. ما يحتاج إذا لا يوجد آية، ما يحتاج إذا لا يوجد آية. الله أكبر، شفتوا؟ لا يوجد الله آية. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مش المصلوب إذا لا يوجد عندك آية. شفتي؟ طيب الآن ننتقل إلى النقطة الأخرى. ما هي النقطة الأخرى التي طرحتيها وتريدين أن نتناقش فيها؟ الآن الأستاذة اللاهوتية البحرة والعلامة يوليانا اعترفت أن ما فيش آية في القرآن تأمر بقتل الأطفال والرضع، بينما كتابها مليء بالنصوص الصريحة التي تأمر بقتل الأطفال والرضع. بعدين يجيك يقول لك أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. أيوة أحبوا أعداءكم. لا يوجد كتاب على وجه الأرض أمر بقتل الأطفال والرضع إلا كتابك أنت بس. يعني إيش رأيك آخذ مهلة بحث وإذا لقيت الآية ماذا تفعل؟ والله العظيم لو أخرجتي، على فكرة أنا حافظ القرآن، أنت مش جاي على أساس تفاجئيني مثلا أنت. والله العظيم لو أخرجتي آية في القرآن تأمر بقتل الأطفال والرضع سأعتزل البثوث إلى يوم القيامة. كويس؟ إلى يوم القيامة. أنا ما أريدك من اليوم القيامة إلى يوم القيامة وحترتاحوا من زين خير الله، بس جيبي لي آية في القرآن تأمر بقتل الأطفال والرضع. أوكي ناخذ مهلة بحث. تعال أعطيك مفاجأة أكثر، خليني أكبر لك العيار أكثر. أتحداك أن تخرجي لي آية في القرآن أمرت بقتل بريء سواء كان كبيرا أو صغيرا. بريء. هاتي آية قرآنية واحدة. هاتي آية قرآنية واحدة تأمر. اسمعيني. هاتي آية قرآنية واحدة تأمر بقتل بريء واحد. أتحداك وأتحدى جميع النصارى كذلك والملحدين. زين انت ليش تقتل المسيحي بدون سبب او اليهودي؟ زين انت ليش ايه؟ ما سمعت. ليش ماذا؟ ليش تقتل المسيحي او اليهودي بدون سبب؟ اللي هو تروح البيت تهدده. مع العلم انا هددوني قبل يومين، هددوني على فكرة. لحظة. اولا انت يعني تكذبين علي وانا حي وانا امامك، يعني انت تكذبي عيني يعني انا ما اكذب على شخص. اسمعي يا يوليانا، هل انا سمعتيني هددت نصرانيا بالقتل؟ انت سمعتيني؟ انا جالس اسولف لك عن نفسي، تجيني كومة تهاديد، لا تهديد ولا تهديدين. طيب تمام. اولا انا ماذا تحديتك ان تخرجي آية من القرآن، ولم اقل لك اتحداك ان في واحد بعث لك رسالة هددك بالقتل. تمام؟ لو سلمنا بذلك ان واحد هددك بالقتل، طيب ايش اعمل لي انا؟ روح اشتكي عليه. ليش هذا يمثل؟ هل القرآن قال تعرفين؟ اسمعي يا يوليانا، تعرفي هذا اللي هددك ماذا يكون؟ أنا أقول لك نصراني بس من طائفة أخرى. الدليل؟ قولي لي الدليل. قولي لي الدليل إنه هو نصراني. لا ما يحتاج لك دليل لأنه هو حاط. لا أعطيك الدليل. اسمع أعطيك الدليل. إن الذي هددك بالقتل هو نصراني. لماذا؟ لأن لا يوجد في الإسلام
قتل للنساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا امرأة، تمام؟ يعني حرم قتل المرأة. بينما في كتابك في عدة نصوص تأمر بقتل النساء، كما جاء في سفر صموئيل وفي سفر يشوع وفي سفر العدد وفي سفر الخروج وفي سفر التثنية، اقتلوا النساء، تمام؟ ومستعد أخرج لك النصوص أمامك. إذا من هو اللي كتابه بيأمر بقتل النساء؟ كتابك. إذا من الذي سينفذ هذا الأمر؟ النصراني. بينما المسلم عنده نصوص واضحة وصريحة لا يحرم قتل النساء. تفضلي. هو اللي هددني حاط صورة لا إله إلا الله محمدا، أنت كملها، وقال لي اختاري بالسكين ولا طلقة من المسدس، خيرني بين السكينة والطلقة، تخيل. يا ساتر. طيب ورينا الورقة هذه. مو ورقة، جاء أقول لك تهديد. وين جاك التهديد هذا؟ على الواتساب. اي طيب طلعي لنا الرسالة. أنا كيف أطلع لك الرسالة يا شيخ؟ أخذ كاميرا من التيك توك وادخل على بسيطة، يعني بهاتف آخر بسيطة، ولا يمديك تسوي سكرين شوت وتحطيها على الشاشة، تحطيها كجرين سكرين. أيوة اعمل سكرين شوت وحطيها على الشاشة. يلا. وحتى حطي اسمه، ما في مشكلة. نشوف. على فكرة أنا مجهز لك مفاجأة الآن. المشكلة ما أقدر أقرأ، إذا أقرأ أعرض لك هذا الحديث هذا من صحيح البخاري، تمام؟ تمام. شوفي هذا الحديث. وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذه الكلمة. قربها. فتهي. شنو مكتوب؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعي لحظة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. ما معنى فنهى؟ فنهى يعني هذا مثل ما أقول لك منع، صح؟ يعني ممنوع قتل النساء والأطفال، صح؟ حسب هذا النص. طيب تعالي أعرض لك المفاجأة الأخرى. هذه المفاجأة الأخرى في كتابك. هكذا يقول رب الجنود: فالآن اذهب واضرب عمليق وحرموا كل ما له ولا تعفو عنهم بل اقتل رجلا وامرأة. شفت الفرق؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، وعندك هنا اقتل رجلا وامرأة، طفلا ورضيعا. من اللي أمر؟ الرب عندك. شفت الفرق؟ معنى من اللي هددك بالرسائل؟ اللي هددك بالرسائل هو واحد نصراني. طيب الآن بس ايش قلت انت؟ ما معنى أمي، صح؟ سألتي عن معنى أمي، صح؟ ايه الرسول صلى الله عليه وسلم. انت تقول رسول ما معنى كلمة أمي يعني لا يقرأ. زين كيف تقول على الرسول هذا أمي وكان يقرأ القرآن؟ كيف كان يقرأ القرآن وهو أمي؟ أولا أنت تعرفي معنى أمي، صح؟ أي يعني ماذا يعني؟ الذي لا يجيد الكتابة والقراءة. أحسنت. فكيف كان الرسول يقرأ وهو أمي؟ سأجيبك على هذا السؤال، سأجيبك. تعرفين أنت القصة الشهيرة في صحيح البخاري لما جاء جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ؟ لا أنا بقارئ. سمع بها هذه القصة ولا لا؟ اقرأ وقال له ما أنا بقارئ. يعني كيف أنا سامعة هذا الناس، بس أنا سؤالي كيف كان يقرأ وهو لا يجيد القراءة؟ بس أنت عارفة القصة، بس عرفتيها صح القصة هذه؟ أي قريتها. طيب هل تعلمين أن كتابك بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهذا النص تحديدا؟ اقرأي سفر أشعياء 29:12: أو يدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتاب ويقال له اقرأ هذا فيقول لا أعرف الكتابة. بالمناسبة هم حرفوا النص هنا، ولكن المحرف كان غبيا، لأن السائل هنا يقول له اقرأ، فمفروض يجيب ماذا؟ لا أعرف القراءة. لكن هم حتى لا يجعلونها مطابقة للحديث اللي في صحيح البخاري حرف المترجم جعلها لا أعرف الكتابة. طيب هو سأله عن القراءة ولا عن الكتابة؟ يعني أنا لما أقول لك تعرفين تقرأي تردين علي يا أعرف أقرأ يا أما لا أعرف أقرأ، صح ولا لا يا يوليانا؟ طيب كيف هنا يقول له اقرأ هذا فيرد عليه يقول لا أعرف الكتابة؟ هو سأله عن القراءة ولا عن الكتابة؟ عن الكتابة. قال له اقرأ هذا، ما قالش له اكتب هذا. ركزي يا يوليانا. مش مفروض. زين هاي البوم مالتك؟ لا أنا ما عنديش بوم، أنا أدعو الله أن يهديك. مش بوم، لا أنا أدعو الله أن يهديك. أنت مسكينة والله، مسكينة يا يوليانا، مضحوك عليك في الكنيسة والله. زين لحظة شيخ، أنت تطلب أن الله، أنت تطلب الله جوابا
إجابة على سؤالك. المهم نحن الشيخ طلعنا. أنت أطلب الله أن يهديني. اي نعم سأطلب أنت الله تطلب الله أن يهديني صح؟ اي نعم، بس لحظة، أوكي بس خليني خلي أرد على أكمل سؤالك. شيخ بدون مقاطعة رجع. خليني أرد على سؤالك، دعيني أرد على سؤالك. تمام. أنت قلتي كيف لا يعرف القراءة وإيش ماذا كان سؤالك؟ أعيدي لي تاع السؤال تاع النبي صلى الله عليه وسلم، نسيته. ماذا سألتي؟ كيف كان يقرأ وهو لا يجيد القراءة؟ طيب تمام. أنت تعرفي أن في أشخاص، يعني ممكن يكون شخص هذا كفيف، في كفيف ويقرأ، صح ولا لا؟ نعم. طيب الكفيف هذا الذي يقرأ، هل في كتاب أمامه؟ الذي يقرأ لا. طيب أنا مثلا، شوفي أنا مغمض عيني الآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أفعل أنا؟ ما الذي أقوم به الآن؟ جاوبيني. بدون ما أشوف. أنا ماذا أفعل؟ أقرأ، صح ولا لا؟ إيه. طيب هل في شيء أمامي؟ لا. إذن القراءة باللسان ليس شرطا أن يكون الشخص يعرف يقرأ، مش شرط، لأن في معنى آخر للقراءة وهو الترديد. لذلك لما جبريل عليه السلام قال للرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ، بمعنى ردد خلفي. فأنا لما آتي لصبي عمره 4 سنين أو 5 سنين من طلابي مثلا يحفظون عندي القرآن، أقرأ البسمة مثلا أو أقرأ سورة ثم أقول له هيا اقرأ. هو لا يعرف القراءة الصبي اللي عمره 5 سنين أو 4 سنين، لكن ماذا أعني بكلمة اقرأ؟ أي ردد خلفي أو ألقنه. فالقراءة لا تعني شرطا أن يكون أمامي كتابا أو ورقة، قد أقرأ من ذاكرتي، قد أردد خلف شخص يقرأ أمامي. فهمت الإجابة؟ طيب تمام. عندك سؤال آخر؟ تفضلي. لا أنا أي هسه أنا أوجه لك سؤال. بس شوفي، ما قلت لك خلينا أنا شوفي بس أقول لك لحظة. يعني ما نعم. رأيك أن نتفق اتفاقا أمام الجميع؟ تسألين سؤالك أوكي. ليس عندي إشكال، ولكن حين الإجابة، حين أجيبك لا تقاطعيني ولا تحاولي التشغيب في البث. هل نتفق على ذلك؟ نتفق. تفضلي الآن اطرحي سؤالك. أوكي. الست عندك آية في القرآن الكريم تقول فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. حلو. طيب أنت عندك صحيح البخاري. بس ثواني، الآية خطأ قرأتيها، لكن يلا ماشي، ما هو السؤال؟ المهم فعندك صحيح البخاري 1479 واسناده صحيح عن الراوي عمر الخطاب عن عائشة، يعني يخاطب عائشة: هل بلغ من شأنك يا ابنة أبي بكر أن تؤذي رسول الله؟ وقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب؟ هل يعقل بأن عائشة تؤذي الرسول والآية تقول فإن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا؟ يعني يعني عائشة ملعونة، وفوق هذا إنها في النار. هتوافق هذا؟ لا تتلفظين بهذه الكلمة، وقد فضحت نفسك أنك شيعية ولست نصرانية. يبدو شفت كيف كشفتي نفسك أنك أنت شيعية ولست نصرانية. أنا مرتدة. يعني ماذا يعني لك علي بن أبي طالب؟ لا شيء، لا يعني لي شيء من الماضي. شيء من الماضي. التقية شغالة، حنشوف. تمام كملي. يلا جاوب. كملتي سؤالك؟ كملت. كيف عائشة تأذي الرسول والآية تقول هي تتكلم بعد؟ طيب تمام. أولا لابد أن نعرف الفرق بين الإيذاء المتعمد والإيذاء غير المتعمد. لأن ليس يعني أنا قد أفعل شيئا لا أعني به ولا أقصد به الإيذاء وسيؤذي غيري. الآية حين لعنت الذين يؤذون الله ورسوله، الذين يتعمدون الإيذاء ويعلمون أنهم بذلك يؤذون الله ورسوله. لكن السيدة عائشة أو أي إنسان، أنا ممكن الآن أقوم بفعل أقصد به شيئا آخر لكن يؤذيك، هذا الشيء قد يؤذيك، لكن أنا لا أعني به ولا أقصد به الإيذاء. هناك أشخاص كثر في الحياة يتصرفون تصرفا لا يقصدون به الإيذاء ولكنهم يؤذون غيرهم. يعني ممكن أنا أقول لك لماذا أنت لا تفهمين، مثلا أقول لك بهذا اللفظ: أنت لماذا لا تفهمين؟ أنا أعني بذلك ونيتي أن تركزي معي وتدققي معي، لكن هذا قد يؤذيك أنت. لكن هل أنا قاصد الإيذاء؟ لا، لم أقصد الإيذاء. فهمتي ولا لا يا يوليانا معايا؟ أوكي أنا فهمتك. يعني مثلا في القرآن الكريم لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات
قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، تمام، ولا تجهروا له بالقول. هل هذا الأمر يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يؤذي، ولكن حين رفعوا أصواتهم الصحابة ما كانوا يدرون أن هذا مؤذيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فحين نبههم الله تبارك وتعالى ما كرروا الفعل. كذلك في آية أخرى مثلا، تمام، في آية أخرى في سورة نفسها، في سورة الأحزاب، لما الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا إلى آخر الآية. بعدها ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ إن ذلكم كان يؤذي النبي. طيب بداية الآية ماذا قالت؟ ركزي بداية الآية، ها؟ ركزي بداية الآية. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، يعني وصفهم بالإيمان، وختم الآية بقوله إن ذلكم كان يؤذي النبي. لماذا؟ هل في مؤمن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما فيش. لكن لأن فعل الصحابة هنا كانوا يدخلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، كانوا يدخلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الأكل في أوقات غير مناسبة، يعني لم يكن أحد من الصحابة يظن أن ذلك يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يدخلون بنية صافية. فحين نبههم الله سبحانه وتعالى أن ذلك يؤذي النبي خلاص توقفوا. فهنا الإيذاء لم يكن متعمدا فلم تشملهم اللعنة، لكن من الذي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون قاصدا بذلك إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين تشملهم اللعنة. هل فهمت يا يوليانا؟ شيخنا ترى أنا دخلت حسابها، ترى هي مسوية ريبوست لصور حافظ الشيرازي هذاك اللي يقصد على أنه هو علي بن أبي طالب، وكم من لطمية في حسابها. يا يوليانا ردي. أنا تقدر تقول كنت شيعية، كنت بعد نسوي صار كل هذا ماضي. بعد كنت شيعية وكنت ألطم وكنت أمشي وكنت أفعل وكنت كله راح ماضي. أي يعني كنت تعبدين 12 والآن تعبدين 3. نعبد إله واحد، ما كنا نعبد 12، إنما كنا كانوا الشيعة يتقربون لله من خلال الأئمة. شيخنا بس أنا عشان أقول لك المقاطعة اللي هي مسويت لها ريبوست ترى تقريبا قبل شهر ونص. خلاص عارفين احنا التقية وعارفين كل هذا الكلام. يوليانا أنت لا تعبدين إلها واحدا، في النصرانية تعبدين 3 أقانيم. تعرفي هذا الشيء ولا ما تعرفي؟ شيخ احنا مو نصارى، احنا مسيح النصارى، طائفة أبيونية مهرطقة. سمي نفسك ما تريدين، سمي نفسك ما تريدين. كم تعبدين؟ 1؟ تعبدين 3 أقانيم. كم أقنوم تعبدين؟ كم أقنوم تعبدين؟ هو إله واحد في 3 أقانيم وليسوا 3 أشخاص، إنما هو إله واحد. طيب ما معنى كلمة أقنوم؟ أقنوم هي تدل على ذات أو كيان. خلاص معناته أنت تعبدي كم كيان؟ كيان واحد أو إله واحد. يوليانا ركزي، ما تكونيش يعني ضربة برفان وكذا، ولا ضربة حشيش قصدي، تمام؟ ركزي معايا لأن الواحد يتحمل إلا كثير. أنت قلتي تعبدي 3 أقانيم صح ولا لا؟ هو إله ب3 أقانيم. تعبدين 3 أقانيم أم لا؟ جاوبين يا يوليانا. كم تعبدين أقنوما؟ إله واحد عزيزي، نحن ما نعبد الأقنوم إنما نعبد الإله. رأيت؟ طيب تعرفي قانون الإيمان ولا ما تعرفي قانون الإيمان؟ بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله ضابط الكل، خلق السماوات والأرض، كل ما يروم لا كل قانون الإيمان. ما حافظته كله لين ما مركز على قانون الإيمان قد ما مركز على الإنجيل. لحظة بس، لحظة. تعرفين الجملة التي تقول إله حق من إله حق؟ نعم. مولود غير مخلوق، التكملة مستوى موجودة. تمام. هذه الجملة نور من نور، إله حق من إله حق، هذه الجملة وين موجودة؟ هذه الجملة قانون الإيمان. وين؟ في قانون الإيمان عندك صح؟ تمام. إله حق من إله حق، وفقا لهذه الجملة كم إله؟ إله واحد، لأن احنا نعتبر المسيح والله ضار بجسد أي مثل الله على الأرض. ثواني اسمع يوليانا، أنت حتضحكي الناس كلهم عليك على فكرة لما أقول لك إله من إله. كم إله؟ زين أنا عابرة، مو العابرة تختلف عن المسيحية بالوراثة. أنا مو خليك في العبور بتاع اسمعيني لا على أساس عابرة يعني. اسمعي أنت قلتي إله من إله، هذه كم إله هكذا عندنا؟
عزيز انا ترى عابره، مو خبيره بالمسيحيه، لان على تحت هذا التلمذه. انا احاورك عقليا الان. طيب اسالك سؤال، لما انا اقول انت امراه من امراه، ليش ما تصعد الاخوه المسيحيين؟ هم يجاوبونك على اسئلتك. بس الحوار معك الان، بس هذا السؤال فقط، جاوبيني على هذا السؤال. بس انا انزل، لما اقول انا امراه من امراه، انا راح انزل واساعدهم. يا يوليانا راح اصبري، انزل. ما تنزليش، اصبري جاوبي على هذا السؤال. هربت يوليانا، هربت.